مثال حي للوطنية والوفاء والتضحية لمن يوصفون اليوم بمزدوجي الجنسية، وواحد من المحاربين الذين لم تغرهم فرنسا ونعيمها عن تلبية نداء القلب والانتساب لبلده الأصلي. عنتر يحيى الذي طرق أبواب المنتخب الوطني الأولمبي وعمره لم يتجاوز 20 عاما ليلتحق بالأكابر سنة 2004، فكان بين كتيبة الناخب الوطني رابح سعدان التي شاركت في كأس إفريقيا بتونس. عريس ملحمة درمان الذي أهدى الجزائر تأهلا لمونديال جنوب إفريقيا وهدفا سيبقى منقوشا بالذهب في كتاب تاريخ المستديرة الجزائرية. ليخرج المحارب بعد 9 سنوات قضاها مع المنتخب الوطني الجزائري، إلا أنه كسب بكل جدارة عشق وحب وتقدير 40 مليون جزائري. عنتر يحيى الذي لا طالما افتخرنا به وهو حامل للألوان الوطنية، كان خير سفير للاعب الجزائري في الملاعب العالمية، وهو الذي دامت مسيرته الاحترافية 15 سنة بين فرنسا، ألمانيا، السعودية وتونس، ليقرر تعليق حذائه في ديسمبر من عام 2016 مع نادي أورليون الفرنسي. الجزائر بلاد الرجال، مش بلاد المنافقين. عنتر يحيى عنوان عريض للصبر، التضحية والافتخار بالهوية. فألف شكر يا من صنعت أفراح وملاحم شعب كان أحوج ما يكون إلى من يدخل البهجة إلى قلبه. وألف شكر لرجل المواقف قبل لاعب كرة القدم.